السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتتبعين القناة. قناة فيلالي تيفي والقناة تربية الأرانب مع محمد الحارتي كتوصل جميع المعلومات ونصائح على القناة، بالخصوص بالنسبة للمربيين اللي يلاه غادي يبداو في المشروع وما عارفينش طريقة النظام وما عارفينش طريقة التربية وما عارفينش حتى التحصين اللي غيعملوه للأرانب، وحتى العلف اللي خاص بالأرنب ما عارفينوش، وما عارفينش حتى السلالة اللي هي تصلح للتربية. زائد التحصينات والوقاية خير من العلاج. بالنسبة للمكان، المكان خاص ضروريا يكون المكان مناسب، المكان يكون فيه التهوية وتكون النظافة الأساسية فاش تعمل الأرانب في الأقفاص، أو بالخصوص الناس اللي كيسولونا على تربية الأرانب الأرضية. بالخصوص الناس المربيين تربية الأرانب الأرضية لازم يكون المكان اللي غادي يكون هو يكون مناسب في تربية الأرانب على الأرض، ويكون عندك على الأقل خاص ضروريا يكون عندك ذكر واحد على الأرض، جوج ذكور أو ثلاثة ذكور كيدابزوا مع بعضياتهم، على حقاش تربية الأرانب على الأقفاص أفضل من تربية الأرانب على الأرض. التربية الأرضية كيكون يعني التعفن، كيكون أوساخ في الأرجل ديال الأرنب، وكيكون تعفن في الأنف وسيلان الأنف وكيسبب الزكام، وتم الأرنب فاش كتعطيه العلف أو الماء كيبدا يوسخ فيه أو يبول يعني على العلف أو على الماء ويخشي الارجل ديالو في الماء. تما الارنب فاش كيشرب الماء او ياكل العلف او ياكل التبن فيه تعفن كيتصاب الارنب بتسممات معويه او كوكسيديا معويه. اذا تصاب الارنب بكوكسيديا معويه تم الارنب كيبدا كيموت بالمفاجاه. الناس المربيين المبتدئين ما عارفينش يعني ما هي اسباب موت الارانب. اسباب موت الارانب نعرفك عليها وطريقه التربيه. اذا كنتي اول مره تشاهد القناه ديالنا اشترك فيها وفعل زر الجرس، ما تنساش اللايك للفيديو دائما يوصلك الجديد، او تابع معنا القناه الاولى اللي اسمها تربيه الارانب مع محمد الحارتي. شوف الانواع اللي عندنا ديال السلالات ما شاء الله اللهم بارك وزيد. البابيون الشكل ديالو ممتاز. كيفاش كنخرج انا الانواع ديال البابيون مع الإناث ريكس أو نيوزيلندي؟ يعني معلومات كلها كاينة على القناة تربية الأرانب مع محمد الحارتي. هذا إعلان نبهنا به لكل الناس المبتدئين. أي حد باغي يعرف شي سؤال أو باغي يعرف شي معلومة أو باغي يعرف شي نصيحة كنتراسل مع الناس على التعليق. إلا حطيتي لي تعليق نجاوبك في أسرع وقت. تحياتي للجميع، لكل الناس المتتبعين القناة وفي كل البلدان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروا معنا الجديد قريبا إن شاء الله.